مرحبا بكم في هذه الرحلة الجديدة. اليوم غادي نغوصوا في واحدة من أعظم الحكايات اللي كتعاود لنا على الطمع وجبروت الإنسان. قصة ديال روح بدات في النور ولكن للأسف سلات في غياب الظلام. غادي نعيشوا اليوم حكاية قارون بحال شي قصة شعبية درامية ومؤثرة. هاد القصة غادي تخلينا نتأملوا مزيان كيفاش الفلوس تقدر تعمي البصيرة وتبدل القلوب تماما. يلا نبداو ونكتشفوا أسرار هاد الحكاية العجيبة. تخيلوا معي هذا التناقض الصارخ. من جهة عندنا بيوت الطين الضيقة والمخنوقة في حي جوشان، فين كانوا بني إسرائيل كيعيشوا في واحد الفقر المدقع وتحت عبودية قاسية بزاف. ومن الجهة الأخرى القصور الفرعونية العالية والفخمة اللي تبنت بالعرق والدموع ديال هذه المستضعفين. هذا التناقض المؤلم بين الفقر المدقع والغنى الفاحش هو بالضبط البيئة اللي غادي يتولد فيها الشرير ديال هذه الحكاية. دابا بغيتكم تتخيلوا معايا هذا المشهد في وسط سكون الليل في مصر. رجال صحاح مفتولين العضلات كيطيحوا كيعرقوا وهما هازين واحد الثقل كبير، ولكن المثير هنا هما ما هازينش الذهب، لا هازين غير المفتاح ديال الخزائن، مفتاح مصاوبه من الجلد الغليظ باش تكون خفيفه، ورغم ذلك الثقل ديالها كيهرس لهم الدار. هادشي كيعطينا فكره على الحجم الخيالي ديال هاد الثروه اللي العقل البشري ما يقدرش يتصورها. ركزوا معايا على هذا الرقم الصادم، 60 بغل. صحيح كانوا كنحتاجوهم غير باش يهزوا دوك المفاتيح لخزائن قارون. رقم عبثي ياك؟ هذا الرقم بوحدو كيشرح لنا الحجم الخيالي ديال الغنى ديالو. ولكن واش هاد السيد ديما كان غني وعايش في هاد البضخ؟ نرجعوا شوية لورا قبل هاد الثروة كاملة ما تبان. القصة كتعرفنا على قورح بن يسهار اللي هو ولد عم النبي موسى عليه السلام. قورح كان راجل درويش فقير بزاف لدرجة حوايجه كانوا مقطعين، ولكن في المقابل كان من أعلم الناس بالتوراة. الناس تما كانوا كيسميوه المنور، حيث وجوهه كان كيشع بالنور والإيمان، وملي كان كيقرأ كلام الله كان كيزرع السكينة في قلوبهم. ولكن الفقر قاسح، وملي كتشوف ولادك كيموتوا بالجوع قدام عينيك الصبر كيسالي. قرح وصل للحظة الانكسار التام، مشى عند ولد عمو موسى وهو كيبكي ومقهور، وطلب منه يتوسل لله باش يوسع عليه في الرزق ويفك عليه الضيقة. وموسى بقلبه الكبير والشفيق هز يديه للسما ودعا له بدعاء خالص من القلب. وهنا القصه كتاخذ واحد المنعطف خطير. السما ما مطراتش عليه ذهب واجد، ولكن تفتحت بصيرته على واحد العلم قديم وسري، الخيمياء. قراح هجر مجالس العلم وسد على راسه في واحد القبو سري، ريحته كلها كبريت ومعادن محروقه. تما بدا كيقلب وكيبحث في هذا العلم باش يحول المعادن الرخيصه لذهب خالص. وفي ديك الليلة الطويلة المعجزة الكيميائية وقعت. المعدن الرخيص تحول لذهب خالص وثقيل. ولكن بمجرد ما شاف داك البريق كيلمع، النور اللي كان في قلبه طفى للأسف. فديك اللحظة بالضبط تولد الطاغية المادي قارون، ونطق بديك الجملة الشهيرة ديالو: إنما أوتيته على علم عندي. نكر فضل الله تماما ونسب كل شيء لذكاء بوحده. التغيير من بعد هادشي كان جذري ومرعب. الدار ديال طين المتواضعة اللي كان ساكن فيها غبرات، وطلعت في بلاصتها قلعة خيالية، البيبان والجدران ديالها مغلفين بالذهب الخالص. قارون عزل راسه تماما على دوك الناس الفقراء اللي كانوا كيبغيو، وبنى عالم ديال البذخ الصارخ اللي عمره ما شافته مصر ولا حتى في قصور الفراعنة براسهم. تخيلوا معايا من اللي خرج قارون في الموكب ديالو، لابس حرير مطرز بالذهب وبيتقرقر شبرا كاملا في التراب ديال الأرض، غير باش يبين العظمة والكبرياء ديالو. والناس الجيعانة في جواشان كتشوف فيه مصدومة وبيتسروا في خاطرهم: يا ريت حتى احنا عندنا هادشي اللي عندي قارون. الغنى ديالو سلب ليهم عقولهم تماما. وسط هذا الانبهار الجماعي بنوا شيوخ حكماء من القوم وجهوا لي واحد النصيحة غالية: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. نصحوهم باش ما ينساش الخالق والفقراء، وأن هاد الثروة راه غير ابتلاء. ولكن قارون بكل برودة وتكبر رمقهم بنظرة احتقار، رفض النصيحة ديالهم واستهزأ بهم، حيث كان معتبر أن الثروة جات من عقله وماشي صدقة من عند حد. وما حبسش قارون هنا، زاد خطوة كحلة وعقد واحد التحالف مظلم. مشى نيشان عند فرعون براسو وعرض عليه خطة خبيثة: إغراق بني إسرائيل في الديون والربا باش يبقوا ديما واحلين في التخمام في السداد وعمرهم يفكروا يخرجوا من مصر. ومقابل هادشي فرعون دارو هو المسؤول المالي الأول وجامع الضرائب. قارون بكل بساطة باع الناس ديالو باش يشري الحماية والمنصب. في هذه الأثناء المظلمة نزل تشريع جديد من السماء جابوا موسى عليه السلام: الزكاة. وماشي شي حاجة كبيرة كاع، مجرد جزء واحد من كل 1000 جزء من الثروة باش تعطى الفقراء والمحتاجين وتخفف عليهم دوك الديون اللي خنقهم بها قارون.
هاد الخبر فرح بزاف ديال الناس المستضعفين اللي شافوا فيه طوق النجاة ديالهم. ودابا كنوصلوا لواحد المأزق كبير. واش قارون داك الراجل اللي كيجمع جبال ديال الذهب والسبائك غادي يرضى يعطي غير هاد الجزء البسيط للناس اللي كتموت بالجوع؟ فكروا فيها مزيان. كيفاش غيتصرف واحد ولا عبد للفلوس ديالو وكيحسب كل سنتيم؟ الجواب كان صاعق، رفض قاطع وإعلان حرب. قارون جلس في قبية القصر ديالو وبدا كيحسب. لقى بلي ديك نسبة 1 في 1000 بالنسبة لإمبراطورية بحال ديالو كتعني قوافل كاملة ديال الذهب غتمشي ليه. شيطان الجشع سيطر عليه وجمع الأغنياء ديال القوم وبدا كيحرضهم ضد موسى، وقال لهم بلي موسى باغي غير ياخذ لهم فلوسهم اللي تعبوا فيها. ولأن الحقد ديالو ما بقاش عنده حدود، داز لواحد مؤامرة خبيثة بزاف. في واحد الاجتماع سري في الظلام، قارون تلاقى مع واحدة من نساء الليل سميتها سبارتا، وعطاها كيس ثقيل ديال الذهب باش دير حاجة واحدة، تغتال سمعة موسى وشرفه. قال ليها بالحرف: ما بغيتش دم، بغيت كلمات تهز الجبال وتدمرها. وجا نهار الموعود، يوم التجمع العظيم. المشهد كان مهيب، الآلاف ديال الناس تجمعوا في ساحة جوشان، وموسى عليه السلام واقف كيخطب فيهم، كيوصيهم على الطهارة والعفة وكيحذرهم من الخطايا. موسى كان كيهضر بقلب صافي، وما كانش عارف نهائيا الفخ الخبيث اللي كيتسناه وسط ديك الجموع. وفجأة وقعت الصدمة اللي خلات كل شي يحبس أنفاسه. سبارتا وقفات وسط الناس وجهت صبعها لموسى وغوتات: نعم، لقد راودتني عن نفسي يا موسى. تخيلوا معايا هول الموقف، الجموع كلها شهقت بالصدمة. نبي الله اللي كيعلمهم الطهارة كيتهموا في هذه اللحظة بأبشع تهمة قدام كل شي. ولكن النور ديال الحق ديما كيغلب. موسى تقدم جهته بخطوات كلها هيبة وجلال مرعب، وحلف برب العالمين باش تقول الحقيقة. سبارتا ما قداش تستحمل ديك الهيبة الربانية، ركبيها فشلوا، طاحت الأرض ولاحت الذهب عند رجلين موسى وصرخت: كذبت كذبت، قارون هو اللي عطاني الفلوس باش نفضحك. وهكا السحر انقلب على الساحر. في هذه اللحظة الناس كلهم داروا جهة قارون بالغضب والاستهجان. أما موسى ما غوت، ما تشفف ولد عمه، بل طاح ساجد للتراب كيبكي بحرقة وكيشكر الله اللي بين البراءة ديالو. ومن اللي ناض الوجه ديالو ما كانش فيه غضب بشري، بل كان كيعكس عدالة إلهية مطلقة غادي تنزل ديك الساعة. وهنا جات الجملة الرعب اللي غادي تردد في مصر كامل. موسى نطق بأمر رباني وبصوت عميق: يا أرض خذيهم. فديك اللحظة بالضبط الأرض الصلبة اللي تحت قارون ولقيت بحال شي دوامة ديال الماء سائلة، وبدأت كتبلعه بشوية بشوية. غاصت رجليه وسط الوحل وكل ديك العظمات اتبخرات في ثانية. قارون كيغرق حتى الخصره، والهلع كياكله ومسح كل ملامح الكبرياء من وجهه. في هاد اللحظة عاد فهم باللي دوك الجبال ديال الذهب ما غاديش ينفعوه. القلعة الذهبية ديالو بدات كتشقق والبيبان الكبار كيطيحوا، وكل ديك الثروة بدات كتجر بقوة مخفية للهاوية معاه. ولما وصلت للعظم، قارون رمى الغرور ديالو وتفكر القرابة، وبدأ كيتوصل في هذا اللحظة الأخيرة: يا موسى الرحم، أسألك بالرحم. كان كيطلب الشفقة من ولد عمه اللي عاد دابا حاول يدمر ليه حياته. ولكن موسى بقى واقف ثابت بحال الجبل، حيث قارون تجاوز كل حدود الرحمة، والأرض كملت الابتلاع ديال الطاغية حتى لعنقه. وهذه هي النهاية. المشهد الختامي كيبين لنا كيفاش الأرض تسدات، القصر، الذهب والرجال، كل شيء غبر في ظلام الأرض بحال يا العمر كان. الغبرة نزلات ورجعت الأرض مستوية صلبة وساكتة، صمت مطبق ومخيف كيطوي صفحة أكبر طاغية ديال المال عرفوه التاريخ البشري بلا ما يخلي وراه تحت قصاصة ديال توب. كان ختموا هذه الرحلة ديالنا بواحد السؤال العميق اللي كيخلينا نتأمنوا مزيان: ملي كتحل الأرض باش تبلع كل شيء، شنو غينفعنا داك الذهب والفلوس اللي جمعناه وخبيناه؟ هاد الحكاية ماشي غير قصة من الماضي، هذه عبرة قوية على الجشع والطمع والمآل ديال اللي كينسب اللي كل نعمة راها امتحان، وأن الغرور نهايته ديما الظلام. فكروا في هذا السؤال مزيان. تبارك الله عليكم، ونشوفكم في قصة جديدة قريبا.